انا كان عندي مشكله وانا صغير، وهي اني بحب المطبخ. ليه بقى هي مشكله؟ لان انا امي ست مصريه اصيله، زي اي ست مصريه اصيله، ما تحبش حد يدخل المطبخ بتاعها ويستخدم البوتاجاز بتاعها اللي هي لسه منضفاه، ولا يبهدل المواعين بتاعتها. طبعا يعني دخولك للمطبخ معناه انك اصبحت عدوي، حتى لو كنت ابن البكر. ده هي اللي بتقول كده. كنت اخش المطبخ زي الحراميه، اتسحب كده عشان لو شافتني او لمحتني هيبقى مصيري مصير فار جوه المصياد. بهدله يعني، ست الحبايب. اسكت؟ ما اسكتش. كنت احاول، وكل محاوله كانت بتنتهي يا اما شبشب طاير، ده سلاح مفضل طبعا، او ان انا اهرب للشارع لحد ابوك ما يجي واقول له. برضه هي بتقول كده. وفضل الموضوع جوه دماغي لحد ما جات لي فرصه وعشت لوحدي، وبدات ان انا اتعلم الطبخ كويس لحد ما بقيت اعمل اكل حلو جدا بشهاده يعني اصحابي والناس المقربين مني يعني. وفي يوم من الايام رحت البيت عند امي وحبيت ان انا ادخل المطبخ، بس انا متخوف شويه يعني، مش عارف رد فعلها هيبقى عامل ازاي. فقلت اجيب الموضوع تدريجي. بقول لك يا حاجه، هو ممكن انا اطبخ النهارده وانت تستريحي؟ انت هتطبخ النهارده؟ اهو نجرب يعني، ما فيهاش حاجه. وهتطبخ ايه بقى يا شملول؟ اي حاجه يعني، ممكن اعمل اي حاجه. ايه رايك نعمل مكرونه بالجمبري؟ انت هتعمل مكرونه بالجمبري؟ ايه المشكله اعمل مكرونه بالجمبري؟ انا اخاف. طب لو باظت؟ ان شاء الله مش هتبوظ، لا، لو باظت هاكلها لك ولوحدك. امي بتحبني جدا يا جماعه. قلت لها طب انا موافق على اللي انت بتقولي عليه ده، وخلاص انا لو باظت هاكلها لوحدي. قالت لي خلاص خش المطبخ. اخش المطبخ؟ خش المطبخ، وريني هتعمل ايه. ودخلت المطبخ وبدات اجهز كل الحاجات اللي انا محتاجها عشان اعمل الاكل. اليوم عظيم، مش سهل. جبت الجمبري ونضفته، سلقت المكرونه وجهزت الصلصه، وعملت احسن صينيه مكرونه في الجمبري. ايه رايك؟ اتعلمتها فين دي يا قرد؟ يا ستي ايه رايك في طعم المكرونه؟ عجبتك؟ هي الصراحه حلوه، ايوه كده هترفي. طبعا ده كان من جوايا، انما من بره بالهنا والشفا يا ست الحبايب. وقعدنا كام يوم ولقيتها بتتصل بيا الصبح كده، اتصال غريب. صباح الخير يا حاجه. قال لي يا صلاح، انت عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. انا عازمه خالتك يوم الجمعه الجايه على مكرونه. قول لي الوصفه بتاعتها كده، كانت انت عملتها ازاي؟ بص حضرتك، انت هتجيب الجمبري لا لا لا، انا اقول لك، بص انت هتيجي يوم الجمعه تعملها لنا. الجمعه؟ الجمعه ولا مش فاضي؟ لا فاضي، ولو مش فاضي يا ست الكل انا اجيلك. يا نهار ابيض. وقفلت وحسيت بسعاده غير طبيعيه. حسيت ان انا رجع لي حق. اول مره هخش المطبخ مطلوبا وليس طالبا.